اهلا بيكم معانا مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي الفضائيه المصريه. برحب بحضراتكم معانا حلقه جديده من برنامج تحيا مصر. هيكون معانا في حلقتنا النهارده نقدر نقول احدى الجمعيات او احدى المراكز المهتمه بالاطفال ذوي القدرات الخاصه. طبعا التعامل مع الاطفال ذوي القدرات الخاصه بيحتاج مجهود كبير جدا، ليه تأثير كبير جدا، تأثير سلوكي، تأثير نفسي، تأثير صحي، اجتماعي، يعني تفاصيل كتيرة هنتكلم فيها. طبعا دور مهم جدا بتقوم به الجمعيات والمراكز في مصر للتعامل مع الأطفال ذوي القدرات الخاصة. وهيكون معنا النهاردة إحدى المراكز اللي بتهتم بالأطفال اللي بيحتاجوا هذه الرعاية. هيكون منورانا ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة ندى جمال، أخصائي نفسي وباحثة بإحدى مراكز الأطفال التابعة لاتحاد الأطباء العرب. أهلا بيك يا دكتورة ندى، منورانا. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا في البداية نحب نتعرف من حضرتك على الدور اللي بيقوم بيه المركز، الأنشطة اللي بتهتم بيها، الرعاية اللي بتقدمها للأطفال. الحقيقة مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة من فترة كبيرة أو من أكتر من 20 سنة ما كانتش معروفة. احنا مجموعة من المراكز، وصل عدد فروعنا ل7 مراكز على مستوى محافظات الجمهورية، تابعين لاتحاد الأطباء العرب تحت إشراف الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب أستاذ دكتور أسامة رسلان. موجودين في أكتر من محافظة، موجودين في العريش، في أسوان، في الفيوم واسكندرية والقاهرة أكتر من فرع. طبيعة الخدمات اللي احنا بنقدمها طبعا بتشمل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وبرضو الأطفال العاديين اللي قد يكون عندهم بعض المشاكل النفسية والسلوكية. طبعا في كذا فئة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أطفال ذوي متلازمة داون أو الأطفال عندهم اضطراب التوحد، وكمان اللي عندهم هايبر أكتيف أو الإعاقة العقلية. الخدمات اللي بتتقدم عندنا في المراكز بتشمل جميع الجوانب النفسية وجوانب تنمية المهارات للطفل، سواء من تنمية المهارات، جلسات تنمية المهارات، أو الجلسات النفسية بيتم فيها تعديل السلوك، أو مؤخرا أدخلنا جلسات التكامل الحسي اللي بيحتاجها تحديدا أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الهايبر أكتيف. على الجانب الثاني طبعا بنقدم جلسات لصعوبات التعلم، الأطفال النورمال اللي عندهم صعوبات في التعلم بياخدوا جلسات تعليمية وجلسات تنموية بتنمي المهارات عندهم. الحقيقه الواحد زي ما حضرتك بتقولي من فتره ما كانش فيه انتشار، ولا في كمان الناس ممكن ما يكونش عندها وعي بالدور المهم اللي بتقدمه الجمعيات، خصوصا الجمعيات الخاصه بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. ويمكن برضو بعد حرص واهتمام الدوله بتخصيص عام للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه بدانا نشوف فعلا جمعيات كتيره بدات تتواجد على الساحه وبدات تطور كمان من نفسها، لان حضرتك كمان ذكرتي اقسام يمكن تكون جديدة، يعني في تطوير مستمر علشان يكون الأطفال كمان مواكبين للتطور. ده حقيقي التطور بيبقى على كذا شق. في طبعا تطور في البرامج. احنا في الاول كنا بنشتغل ببرامج معروفه لاضطراب التوحد مثلا، التيتش والهيلب، في اكتر من برنامج احنا بنشتغل بيهم. مؤخرا بدانا ندخل برامج زي السان رايز في التعامل معاهم، برنامج البيك، في تطور بيحصل في البرامج. طبعا كمان الاسر اللي احنا بندعمها زاد انتشار توسعنا في النطاق الجغرافي، بندعم أكثر من 2000 أسرة، بنقدم أكثر من 15000 جلسة على مستوى العام. يعني في عام 2021 قدمنا أكثر من 15000 جلسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. أحدث حاجة احنا بدأنا نقدمها كمان علشان نطور المجال عندنا، مش بس يبقى شامل للأطفال، تطوير للأطفال، لا كمان اهتمينا بتطوير الأخصائي نفسه. يعني كويس جدا، يعني انتوا بتأهلوا المتدربين وبتأهلوا الأهالي أو اللي هم ذوي الأطفال، وكمان بتقوموا بتأهيل وتدريب الأطفال نفسهم. يعني انتوا بتكونوا حريصين على ان انتوا تدربوا كل اللي هيتعامل مع الأطفال. ده كويس جدا جدا. بس دكتورة ندى، أنا برضو عايزة أعرف يعني من حضرتك انتوا ايه أكتر المشاكل اللي بتواجه الأطفال، يعني بما ان طبعا ده تخصص حضرتك.
هو انا من وجهة نظري اكبر مشكلة بتأخر عملية تطور الطفل فكرة التدخل المبكر او عدم التدخل المبكر. في اعراض معينة ممكن تبان على الطفل من عمر شهور، لو الام ركزت معاها ولاحظتها هيساعدنا ان هي تعمل تدخل مبكر، ودوت هيساعد على تطور الطفل بشكل افضل بكتير عن لو استنينا لما الطفل يوصل سن 2 و3 سنين ونبتدي نتدخل بعديها. سن كام مثلا يا دكتوره يعني تقدر الام تلاحظ التغيرات او المشاكل الذهنيه عند الام ممكن تلاحظ المشكله عند الطفل من عمر شهور زي ما قلت لحضرتك، وطبعا طبيب الاطفال بيقدر يلاحظ دوت من رد فعل الطفل، انتباهه للمثيرات السمعيه، تتبعه للمثير البصري، نموه الحركي، بعد كده حركات ايديه، ديت بنقدر نلاحظها من عمر شهور. بس عادة أولياء الأمور بيجوا عند سن 2 ويبتدوا يبحثوا عن تدخل بيكون في صورة جلسات تخاطب أو جلسات تنمية مهارات، بس في الأساس بتكون المشكلة إن الطفل اتأخر في الكلام. طيب إحنا قبل سن 2 الطفل بيبتدي بيناغي، الطفل بيبتدي بيصدر كلمة واحدة أو بيصدر أصوات زي بابا ماما. الأصوات ديت لو الطفل اتأخر في إصدار الأصوات ديت أنت تبتدي تقلقي، مش لازم تستني عمر 2 بعد عمر 2 أو لحد سن 3 سنوات ونبتدي نعمل التدخل. الاعمار بالنسبه لكم انتوا يعني بتتعاملوا مع الفئات العمريه من سن كام لكام؟ كل الفئات من سن 2 لحد سن 15 سنه او اكتر. كل ما تدخلنا بدري كل ما دوت ساعد ان الحصيله اللغويه عند الطفل تبقى احسن، انتباهه البصري وتواصله البصري كان احسن، مهاراته الدقيقه المهارات الحركيه الدقيقه اللي بيستخدمها بعد كده في الكتابه وهكذا بتكون احسن. فاحنا بنشتغل على كل الجوانب، نعمل تقييم لقدرات الطفل من بعد عمر سن 2 قبل عمر وقبل كل طفل بيجي لكم يعني ده فعلا يعني كنت عايزه اسال حضرتك في الجزئيه دي لان اكيد كل طفل حاله مختلفه عن الاخرى، فانتوا بتعملوا اختبار لكل طفل من الاطفال عشان تقدروا تحددوا المشكله الخاصه بيه. بالتاكيد نعمل الاي كيو تيست. الاطفال اللي ما عندهمش حصيله لغويه او حابين نقيمهم بنعمل لهم اختبارات لغه علشان نقيم الطفل ايه الجزء اللي هو ناقص عنده في الحصيله اللغويه بتاعته، الجزء الخاص في تنميه المهارات اللي ناقص عنده. بنقترح برنامج التدخل المناسب لحالته على حسب نوع الاضطراب، بيبقى برنامج كامل بيقترح اهداف وبنمشي مع الطفل خطه متكامله من ساعه ما بيدخل عندنا الطفل لحد ما بينجز الاهداف ديت. طبعا من اكتر الحالات بنلاحظ ليها سرعه استجابه برامج التخاطب، لان الطفل ممكن يجي لنا متاخر لغويا بس مع وبالذات حالات الاعاقه السمعيه او زراعه القوقعه، الحالات ديت بتستجيب معانا جدا والحصيله اللغويه بتبقى ملحوظه لولي الامر. المشكله بتظهر عند الاطفال اللي عندهم مثلا طيف التوحد، الاطفال اللي بيكونوا هايبر اكتف طبعا بيحتاج وقت اكبر ومحتاج مجهود من ولي الامر في البيت. مش بيبقى كفايه، احنا الطفل بيجي في الرعايه النهاريه مثلا بيقعد معانا 5 ساعات، بيشتغل منهم مكثف 3 ساعات مثلا تمام، والباقي انشطه. ال3 ساعات دول مش كفايه، لازم ولي الامر يبقى عارف متابع مع الاخصائي ايه الانشطه ويبتدي يعمل له بيئه مساعده في البيت، نبتدي نعمم بعد كده الاهداف اللي احنا بنشتغلها مع الطفل بحيث ان هو يقدر بعد كده يحتك في المجتمع بالعالم الخارجي. يعني دي برضو نقطة في غاية الأهمية، وهي الهدف من تنمية مهارات الأطفال والتعامل معهم ودمجهم مع المجتمع، وهي دي أكتر نقطة محتاجين إن احنا نتكلم فيها فيما يخص الطفل نفسه وطبعا الأهالي، لأن الأهالي بيكون عندهم نوع من يعني التحرج أو التخوف إن هم يعني يعترفوا أو إن هم يظهروا بأطفالهم في المجتمع، ولكن التجارب بتثبت العكس، يعني بيكتشفوا إن أطفالهم عندهم قدرات وعندهم مواهب وعندهم يعني نقدر نقول ابتكارات، يعني الحقيقه مجالات كتيره قدروا ان هم ينجحوا فيها، ومسابقات قدروا ان هم يشاركوا فيها، ورياضات قدروا ان هم يوصلوا فيها لمراكز كبيره. هنتكلم في الجزئيه دي مع دكتوره ندى، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا.
مصر يا أم الأمم، نيلك اتولد قبل الهرم. يا مصر يا أم الأمم، نيلك اتولد قبل الهرم. لما يمر في أرضنا بالحب نرفع العلم. يا مصر بعطش يا نيل للسلسبيل وانت حنين مش بخيل. بعطش يا نيل للسلسبيل وانت حنين مش بخيل. انا مش بريئة في حب مصر، في حب مصر، وانت اللي في ايديك الدليل. لسه مكملين معاكم مشاهدينا مع دكتورة ندى، وقبل الفاصل كنت بسألها على يعني التعامل مع الأطفال واستيعاب الأهالي لحالة الطفل. يمكن احنا عندنا المشكلة دي وبدأنا كمان انها تتغير الفكرة بتاعي عند بعض الأسر يا دكتورة ندى، خصوصا لما بدأنا نشوف اهتمام الدولة والمسابقات والرياضات والأنشطة اللي بتتاح والاهتمام اللي بيتاح للأطفال ذوي القدرات الخاصة. لقينا ان في مواهب كتيرة قوي، ولقينا ان في قدرات كتيرة وابتكارات واختراعات وابطال في رياضات، معظم الرياضات. يعني برضو عايزين حضرتك تكلمينا على الجزئية دي واستيعاب الاهل نفسه وفكره دمج الاطفال في المجتمع. يعني هل فعلا يعني الاهل بيكون عندهم نوع من الاحباط، ما يتخيلوش ان الطفل ابنهم او اطفالهم هيندمجوا بسهوله مع المجتمع او هيبقوا زيهم زي اي طفل تاني؟ الحقيقه انا النقطه دي دايما بقولها لاي وليه امر بتيجي تتكلم معايا، بقولها ابنك هيكون زي ما بتشوفيه. لو شفت ابنك قدراته ضعيفه ومش قادر يوصل لحاجه، حتى لو الطفل نورمال وانت شايفاه سيء او اقل من اقرانه، هيبقى زي ما انت شايفاه. حاسه ان هو في بذره وفي حاجه هتنمو، انت هتقدري تنميها، انت بتشجيعك ليه هتنميها. الذكاء او اي تالنت مش قدره واحده، كذا قدره. ابني عنده مشكله في قدراته العقليه، بس ممكن يبقى نابغ رياضيا، ممكن يبقى نابغ موسيقيا، ممكن يبقى عنده مواهب تانية. انا لو عملت فوكس عليها ونمتها هيفرق معايا في حتى رضاعها عن نفسه. انتوا بتساعدوا يا دكتوره ندى الاهالي والاطفال ان تعرفوا ايه هي الموهبه اللي عند الطفل، يعني من خلال تواجد الاطفال معاكم وتدريبهم؟ طبعا بندربهم وبنعرض عليهم يعني فكره الفرايتي، وانك بتعرضي عليه اكتر من نشاط، وبتلاحظي لا هو مثلا الطفل دوت لو هنحطه يشتغل بصلصال وشمع وطين وبتاع، بيطلع لي منتج، فانا ممكن اوجهه بعد كده. تمام. لا في طفل لا حركي عنده طاقه، لا اوجهه ان هو للرياضه، اوجهه ان هو مثلا يدخل سباقات مناسبه للفئه بتاعته. فعلى حسب انا ملاحظتي للحاجه اللي الطفل مهتم بيها، فانا اغذي دوت عنده. كمان في الطفل النورمال احنا ما نهملش دوت في الطفل النورمال، وانا دايما برجع للطفل النورمال، لان احنا حقيقي احنا بنركز على ذوي الاحتياجات الخاصه، بس في اطفال نورمال بعدم اهتمامنا بجوانبهم النفسيه يكون عندهم مشاكل بقى. ده حقيقي. يعني دي جزئيه مهمه جدا. الطفل النورمال انتوا بتتعاملوا معاه ازاي؟ او الطفل الطبيعي برضو لو عنده مشكله او ما عندوش مشكله وبسبب اخطاء الاهالي ممكن يكون عنده المشكله دي. يعني انا يعني هنتكلم في الجزئيه دي، ولكن برضو فكره تقبل الاهل ولحالة الطفل ودمجه مع المجتمع، او ما بيكونش عندهم قدرة على التخيل ان الطفل ده هيندمج مع المجتمع وممكن يحقق بطولات وان هو او ينجح في مهارات او مثلا او في فنون. يعني الجزئية دي بتتعاملوا معها ازاي؟ لان اعتقد ان هي مسؤولية الاساسية على الاهل.
الارشاد لولي الامر وتثقيفه، زي المؤتمر زي ما قلت حضرتك، المؤتمر كان حاضر فيه اولياء امور. تمام. فالارشاد والتثقيف لولي الامر ده مهمه الاخصائي، مهمه طبعا الاعلام زي ما حضراتكم بتعملوا برامج، مهمتنا المؤتمرات اللي بتتعمل دي بتقدم الارشاد لولي الامر، مع ان احنا نعرض له نماذج. احنا عندنا في اكتر من نموذج عندنا في المركز، اطفال زراعه قوقعه ما شاء الله تقدموا جدا في التعليم، اطفال اعاقه عقليه بسيطه بيقرا وبيكتب وبيحسب وقادر يعتمد ويعمل الرعايه الذاتيه لنفسه. فلما تجيلي ابنها كبير وصل لسن كبير ومش قادر يعمل الرعايه الذاتيه لنفسه، اوريها نموذج زي دوت. طفل نفس حاله ابنك، بس الفرق ان الام ما تمت ولاحظت من البدايه، وكمان ما سابتوش يتكل عليها. كان قلبها يعني المشكله الام لما تبقى حنينه بزياده بتدلع ابنها، فما بيتعلمش المهارات اعتمادي كمان، ان هو ما يعرفش يعمل حاجه خالص من غير مامته. بالظبط حضرتك، هو خلاص انا استسهلت، فماما اللي بتاكلني، ماما بتلبسني، ماما بتعملي كل حاجه، فشكرا انا مبسوط على كده. ما اديتوش الفرصه ان هو يعتمد على نفسه، يكتشف الحياه ويتحمل مسؤوليات. دي البوابه رقم 1 عشان يندمج. ما هو مش هيعرف يندمج وهو ما عندوش مهارات. انت حضرتك موجوده دلوقتي، بس قدام هو محتاج ان هو يعتمد على نفسه، يتعلم على الاقل مهارات الرعايه الذاتيه. ما تسيبوهوش، وده احنا بنعلمه الطفل. يعني برضو الامهات الاطفال النورمال بتسيبه لحد سن 5 سنين و6 سنين ما يعرفش يلبس لوحده، ما يعرفش يعمل كويس جدا. ايه مشاكل الطفل النورمال او الطفل الطبيعي اللي ممكن الاهالي، الطفل يبقى ما عندوش مشكله خالص والاهالي يكون عندهم يعني نوع من التعامل الخاطئ فيخلوا الطفل عنده مشكله؟ يعني هل المشكله سلوكيه، هل نفسيه، هل بتترجم بعد كده بشكل مثلا عضوي؟ بصي حضرتك، الجزء دوت احنا برضو بنتناوله عندنا في المركز، خاص بالمشاكل السلوكيه. الطفل النورمال هو نورمال كقدرات ماشي، بس ما فيش مانع ان يبقى عنده مشاكل سلوكيه. رد فعل ولي الامر تجاه المشاكل السلوكيه ديت، تحديدا فئه الهايبر اكتيف، الاطفال اللي عندهم ADHD ونقص انتباه وفرط نشاط وفرط حركه. بالظبط. الاطفال ديت هي طبيعتها حركيه. مثلا انا بضرب مثال بعينه من الاطفال طبيعتها حركيه، محتاج يفرغ الطاقه اللي عنده. انت كولي امر عملت ايه عشان تساعده ان هو يفرغ الطاقه؟ احنا وظيفتنا كاخصائيين وكاولياء امور ميسرين للطفل، مش منظرين عليه. ما نقعدش نقول له اقعد بس بطل او اعصب او اصرخ او ازعق، يعني خليه يلعب رياضه مثلا، يفرغ الطاقه، يعمل نشاط في البيت. اساعده بالظبط كده، اساعده ان هو يطلع الطاقه بتاعته، اساعده ان هو اعمل له انشطه تزود من التركيز والانتباه بتاعه، اديله الاهتمام. انما انا بس وظيفتي في الدنيا كولي امر ان انا بعاقب ماشي، او ان انا بزعق له اقول له اقعد. طب الطفل دوت لما يحب يجذب انتباه هيعمل ايه؟ هيزود في السلوكيات السلبيه، لان دي الطريقه الوحيده اللي انت بتبصي لي فيها يا ماما. انت مشغوله بالموبايل، مشغوله بشغلك، مشغوله بحياتك. امتى بتبصي لي باخد الاتنشن؟ او امتى الاستجابه لمتطلبات الطفل؟ لما يصرخ او يعيط. بالظبط. فالطفل نوع من الابتزاز العاطفي للاهل. بالزبط. بيصرخ او يعيط عشان الام تضطر لو هي خصوصا بره كمان ان هي تلبي له كل رغباته واحتياجاته. طيب يعني برضو حضرتك ذكرتي مشكله فرط الحركه، وهي دي من اكثر بتهيألي المشاكل الشائعه، وكنت عايزه اعرف من حضرتك هل هي بتظهر فجاه على الطفل؟ يعني هل ممكن مع الوقت تظهر فجاه؟ اضطراب فرط الحركه ده اضطراب نمائي موجود مع الطفل من ولادته، مع استعداد بيئي. يعني انت عندك البيئه، في بيئه معينه بتزود عنده النشاط، تمام، في مجموعه من السلوكيات بتزود النشاط. انا عندي الطفل الهايبر اكتيف المفروض ان انا اكله يبقى اكل هيلثي، نبعد تماما عن السكريات والمواد الحافظه، لان دي بتدي له باور اكتر. السكريات والمواد الحافظه، الالوان الصناعيه، تخليه بقى كل الاكل جانك فود، اي اكل من بره، الحاجات ديت فيها سعرات حراريه عاليه فبتزود الهايبر بتاعت الطفل. تمام. ابعده عن الشاشات، بعمل له روتين ما يقعدش فترات طويله قدام الشاشه، لان ديت المواد المعروضه في التلفزيون او الموبايل مواد سريعه الحركه. هي الطفل خلاص اتعود على نمط سريع، فما بيبقاش عنده صبر، مش عارف يعمل كف للاستجابه بتاعته. انا عايز دي يبقى دي. الحياه العاديه بتاعتنا دي حياه ممله بالنسبه له، وعايز ايقاع سريع زي الايقاع بتاع الموبايل وبتاع الكرتون.
حاجه كمان ان احنا لازم يلعب رياضه، يطلع الطاقه اللي عنده زي ما احنا قلنا قبل كده، وياخد جلسات تنميه مهارات فيها انشطه تركيز وانتباه، انشطه عاديه يتعلم فيها الطفل ان هو يكبح استجابته الاندفاعيه. انا مش شفت اللعبه اروح اجري اخدها، لا انت بتقعد فترة من الزمن بتعمل نشاط معين مدة طويلة، بتلضم خرز، تعمل شطب على دوائر معينة، بتستجيب استجابة سمعية. المعلم أو الأخصائية بتقول لك مثلا حط لي دايرة على الحروف الفلانية، فأنت قاعد مركز كل انتباهك إن أنت تعمل النشاط دوت، فبتتعلم تعمل كبح لاندفاعاتك، فتبقى أهدى. دي سلوكياتك تبقى أحسن بعد كده، سواء وأنت بتذاكر سواء وأنت مع أهلك في البيت، بتبقى روتين حياتك اكثر انضباط وفي تركيز اكتر. الحقيقه يا دكتوره ندى واضح ان انتوا كمان بتقوموا بمجهود كبير قوي مع الاهالي، لان طبعا يعني حل المشكله ما ينفعش تكون مع الطفل لوحده، فانتوا بتقدموا مجهود يعني يحترم مع الاهالي ومع المدربين وكمان مع الاطفال، فكل التحيه والشكر ليكم والتقدير. يعني وبجد لما يكون في نماذج كتيره من الاطفال ناجحه، وان حضرتك كمان تطمني الاهالي ان لا التجاوب من الاطفال بيكون كويس جدا، خصوصا كل ما كان العمر بدري او الاكتشاف المبكر كل ما كان في استمرارية، ما تشتغلش جلسات ما تشتغلش جلسات فترة وتقطع، يعني ده بيعمل دروب لحالة الطفل نفسيا واكاديميا وعلى كل الاصعدة. احنا بنشكر حضرتك جدا، نورتينا الاستاذة الدكتورة ندى جمال، اخصائي نفسي وباحثة باحدى مراكز الاطفال التابعة لاتحاد الاطباء العرب. شكرا لحضرتك مرة ثانية، وشكرا لكل القائمين مع حضرتك على المجهودات اللي انتوا بتقدموها. يعني فعلا اكتر من نقطة مهمة جدا بنتكلم عليها، سواء كانوا اطفال ذوي رعاية خاصة او كمان الاطفال الطبيعيين او النورمال. الاهتمام ضروري جدا يتقدم ليهم وفي السن بدري زي ما دكتورة ندى كانت بتقول لنا، الى جانب طبعا ان لازم الاهل يكون عندهم دايما دعم وتشجيع لقدرات الطفل، لان هو ده اللي هيخليه عنده ثقة بنفسه، وان هو يكون يقدر يندمج مع المجتمع ويكون عضو ناجح وفعال في المجتمع. بشكر حضراتكم جدا على المتابعة، واستنونا ان شاء الله في حلقة جديدة، وتحيا مصر.